المنشأ الليبرالية والفكر الليبرالي بالضبط يعود إلى أن العرب لم ينفتحوا على ثقافة الحداثة، لأن ثقافة الحداثة هي الليبرالية التي تعني حرية الأفراد وحقوقهم المختلفة، وتعني تعدد هذه الحقوق، وتعني قدرتهم على محاسبة السلطة وعلى مراعاة التوازن بين السلطات حتى لا تشتت سلطة على أخرى إلى غير ذلك. فنعم كانت الضغوطات في المراحل الأولى للاستقلال وبعد الانقلابات العسكرية التي حدثت في العالم العربي تتجه بالخصوص نحو الاشتراكية، إما تحت تأثير النموذج الاشتراكي الذي كان سائدا في تلك الفترة، النموذج الاشتراكي الكوني الذي امتدته الكتلة الاشتراكية، والذي هو نفسه اختفى ولم يعد نموذجا قابلا للاقتداء أو نموذجا ملهما. والآن يمكن أن نقول بأن ما يحدث من حراك وما يحدث من تحول قد ولد الحاجة إلى استلهام الفكر الليبرالي، باعتبار أنه هو فكر الحرية وفكر التعدد وفكر النسبية وفكر التطور التاريخي التدريجي. فربما الظروف الكونية العامة، الإيديولوجية الكونية العامة وضغوطات مرحلة ما بعد الاستقلال، وربما أيضا حتى الضغط الديموغرافي وغير ذلك من الضغوطات، هي التي لم توفر شروط ازدهار الفكر الليبرالي الذي هو فكر الحرية بالدرجة الأولى.